عسلامة، اليوم باش تشوفوا معايا طريقتي في الملوخية بنينة على الاخر وتنجحكم من اول مرة، وصدقوني يلسو جربتوها ما كومش باش تعاودوا طريقة اخرى. اول حاجة نعملها نفوح اللحم قبل بليلة. بالنسبة للحم لازم يكون لحم بقري، واحسن لحمة في البقري باش تجيكم بنينة وتطيب سلة سلة هي لحمة الرقبة. فواحد ثوم، تبلو كرويه، كركم بالنسبه للي يحب الكركم، سينو ما تحطوش. اللي ما يحبش فيها الكركم انا حطيت جوست شويه خاطر نحب الماكله فيها الكركم. ريسه عربي، رند، فلفل اكحل وملح وشويه زيت زيتون. نخلط اللحم بالفاح بالكدا وبعد نحطه في الفريجيدير. ملاحظه مهمه على الاخر، الملوخيه كي تجي من غير طماطم راهي تجيكم ابن وتصبر اكثر، واللي يحب يحط طماطم جوست يحط شويه اكاهو. في مرميطه حميت شويه زيت زيتونه زيت عليه من الملوخيه، قلي الملوخيه شويه في الزيت ومن بعد نمرقها بالماء سخون، لازم يكون ماء سخون يغلي. نقوي عليها الغاز نخليها للي تولي تطبخ بالباهي، ومن بعد نقص عليها نخليها تيب سله سله، ومن بعد ساعتين بالوقت نزيد اللحم بالفحم نتاعو. في اخر مرحله نزيدوا راس ثوم، لهنا ما عنديش راس ثوم زدت سنينات ثوم، نعناع شاح وقرينات فلفل احمر، وصحه وبالشفاء.